هلو، جهزوا معي اليوم عيد ميلادي ورايحة ديت أنا وخيي. أول شي رح بلش بالتونر. نعم يا أختي، هيدا الريزيديو، مشان هيك كتير مهم التونر حتى لو عاملين بالميسلر ووتر. ب25 أيار من كل سنة هو عيد ميلادي، بكون عطلة رسمية، فدايما حتلاقوني إني معطلة أنا. نية لعمي بعيد ميلادها بتعطل وبتعمل فعاليات. بالمدرسة بس كانوا يوزعوا لنا ورقة إنه عنا عطلة إلهم لأنه عيد ميلادي. هالقد واثقة من نفسي أنا كنت. من الشتوية اشتريت هيدا الإكران وقلت هيدا إكران صيفية رح بيكون. ما بعرف إذا لازم نخده بس أنا رح خده. والمفروض إنه هو ووتر بروف. هلا أنا مش رايحة أسبح، بس في عنا عرق بروف. بس مشكلته مع كل ضغطة يعني بدي أرجع أظبط له إعداداته. بس 105. شوفوا كيف ستيكر، يعني المفروض يعمل فعالية. هلا في منه تنتد بس أنا ما بحب أحط لون على وجهي، بحب هيك لون بشرتي الطبيعية هي اللي تبين. رح منشوف إذا عن جد مات ولا هيك حيضل جلوي، ولو إنه أنا ما عندي مشكلة يعني مالي جلوي. هيدا الكونسيلر بده كتير ترطيب تحته وإلا بينشف. أنا بشرتي ناشفة فحطيت منه ما عجبني، بس هلأ كتير مرطبة تحت عيني. خلينا نشوف كيف رح بيكون. ما رح حط فوقه بودر. هو أنا عم بشوف الانجريدينت تبعوله بقلبه تالك، يلي يعني أقرب مثال هي بودرة الأطفال. فيمكن كرمال هيك بينشف تحت العين، ما بعرف. اخد شوي وحطهم على دقني عشان توازن الألوان. حتى ما رح أتركه ينشف، بدي أدمجه دغري. أنا بدمج بإصبعي. هيدي السنة كنت عم شوف شو عملت إنجازات اللي حطيتهم على رأس السنة لهلا. عملت فيجن بورد بس ما فرجيتكم إياه، حبيت إنه يكون لإلي وحققت تقريبا نصه، لأن كان في عندي هدف من هون لعيد ميلادي بدي أكون عاملة إنجازات عشان انبسط بهيدا النهار. وأنا بحط بالسنة مرتين بلان، واحد على رأس السنة واحد لعيد ميلادي. على رأس السنة عادة بكون هيك كتير متحمسة، بيكون خيالي، بينما اللي على عيد ميلادي بيكون شوي واقعي. لهيك أمنيتي أنا بهيدي السنة بكون حد الماما وما بعد عنا أبدا، مع أنه صرت كبيرة يعني ما بدي حضانة من أمي. بس خلص أنا بنتها الوحيدة. هيدي السنة بدي أعرف قيمة نفسي أكتر، بلشت أشتغل على هذا الموضوع. ما بقى بدي أتواضع على حدا، لأنه بهالأيام بس لحتى اللي تتواضعوا على حدا بفكر حاله إنه هو أهم. بس أنا حبيبي عم بجبر بخاطرك كنت، بس مش أكتر. أنا بعدني على ترند سانست لوك، ما بعرف إذا هيدي السنة طلع شي جديد. وإلي من 2018 عطول بشتري بلاش بقلبه لمعة. ما بعرف كمان إذا رح تموت ولا لأ، بس هيك أنا كتير مرتاحة. ما بعرف إذا مبين. هلأ البلاش على الكاميرا ببين زيادة عن الحقيقة لأنه ألوانها ديب أكتر. شوفوا أنا شو بعمل ديورينج، بحط نطفة ماسكرا عشان أعرف بس أحدد عيوني بالأيلاينر والأي شادو أكتر، وبعدين برجع بزيد بس خلص. أنا صحيح ما بثبت تحت عيني، بس شوفوا شو بعمل. بستعمل لون أي شادو على الخطوط، يعني مثلا جبت هيدا اللون البيج، تأكد إنه ما في خطوط، ومطرح ما ممكن يصير في خطوط بحط الأي شادو تحت عيني، وهيك بكون عطيت أبعاد العين بنفس الوقت. بهيدي السنة رح أترك البلان لربنا. أكيد أنا في عندي أحلام بس كيف بدها تتحقق الطريقة، هو هيدا البلان ربنا هو اللي رح بيحدده. لأنه بتصير معنا أشياء دايما ما بتكون ضمن الحسبان، وأنا صار معي شي ولا كنت حطته براسي أبدا. لأ شوفوا كيف شي سعيتله كتير وربنا بوقتها يمكن ما كان رايد، بس هلأ هيدا الشي هو إجا لعندي، ما أنا اللي سعيت ورا. هل معناتها ناخدها قاعدة إنه نحن دايما ننطر ربنا شو كاتب لنا؟ لا اسعى يا عبدي الاسعى معك. أنا كان في عندي المقومات تالي أحلم، مش هيك ولا شي. بنجي من هون عنا خط الرمل نطلع فيه. يعني أنا وعم بعمل editing صوت أختي رح تشوفوه يمكن بكل الفيديو. هديك السنة تمنيت إنه قلت خلص سنة 26 بدي أكون بمكان تاني، وأنا اليوم بمكان تاني غير اللي كنت عم فكر فيه أساسا. يمكن أكبر، يمكن أحسن، بس على الأكيد بسنة 26 رح بتشوفوني وتتعرفوا علي أكتر وأكتر. وهلأ رح من أول مسكرة. هالمسكرة بدي خلصها
كتير بتعمل رموش حلوين بس بتهرهر، فبدي أخلص منها. أكيد ما رح تنتقل معي على الصيفية. خلص خل هي دي نهايتك معايا. جلسوا كتافكن وبلعوا بطنكن وانطلقوا.